السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بإذن الله النهاردة احنا مش هنحكي محاضرة ولا هنحكي حاجة، احنا هنعرف احنا عملنا ايه في المستشفى. طيب نستعين بالله بإذن الله. طيب اول ورقة معانا زي ما احنا شايفين قدامنا كده على الشاشة، هناخد النيرسينج كير ريكورد. اول حاجة معانا ناخد النيرسينج كير ريكورد. خلاص عرفنا هنكتب ايه في البيانات. طيب ايه النظام هناك يا سيدي، وايه رحتوا عملتوا ايه، وايه الاخبار، واسئله كثيره وحوارات ومعرفش ايه. طيب اول حاجه انت بتروح مكانك، تشوف توزيعتك، تاخد غيابك، وبعدين تنزل المستشفى الخاصه بيك. انا عن نفسي نزلت مستشفى القلب. طيب بعد ما خدت غيابك ومشيت رحت القسم بتاعك اللي في المستشفى بتاعتك، هتعمل ايه؟ اول حاجه انت بتتوزع على حسب الرئيسه هتوزعك فين. شوف الرئيسة هتقولك خش قسم كذا. لو مفيش رئيسة هناك او انت مش لاقيها، خش غرفة تكون تابعة للعنبر اللي انت رايحه. طيب دخلت الغرفة، لقيت فيها البيشنت بتاعك. انت تحدد بيشنت انت هتعمل عليه الريكورد، فتبدأ تخش على البيشنت. اسمك ايه او اسمك ايه؟ اخبارك يا حاج؟ عامل ايه؟ تمام، خدت اسمه، اعرف هو عنده كام سنة. بعدين تكتب رقم الغرفة بتاعتك اللي هي اليونت بتاعتك. انت في غرفة كذا، في مثلا وليكن 7B AB كده. الميديكال دايجنوزز ايه هو التشخيص الطبي بتاعه. طيب التشخيص الطبي ده انا بعرفه منين؟ انا بعرفه من الورقة بتاعته، من اللي هو الورق الخاص بيه. طيب الورق الخاص بيه ده احنا قلنا ما بيتوزعش الا بعد الساعة 12. طيب لو هو ما بتوزعش الا بعد الساعة 12، قول له يا حاج انت داخل بمشكلة بايه، حاسس بايه، كنت داخل عشان ايه. هيقول لك مثلا يا ابني والله انا كنت داخل عشان حاسس ان في بين شيست. في يعني ايه بين شيست؟ عنده ألم في صدره. طيب الألم في صدره ده ماله يا حاج؟ برضه بيقول لك ان هو مسمع في ظهره. فكده عندك المشكلة خلاص وضحت، ان المشكلة هتبقى في جزء ايه؟ القلب. احنا عشان احنا في مستشفى القلب فاحنا بنتكلم دلوقتي عن ايه؟ القلب. طيب اول حاجة هتكتب الديت بتاع اليوم اللي انت فيه والتايم. هتقيس الفيتال ساينز. فيتال ساينز عبارة عن تمبريتشر وريسبيراتوري وبلس وبلاد بريشر. طيب اول حاجة هتقيس التمبريتشر بتاعك. كل واحد هيجيب معاه الترمومتر الخاص بيه. يا جماعة ما يكونش الترمومتر كبير زي اللي هو العريض ده، لا احنا عايزين الترمومتر اللي هو الرفيع اللي هو ده زي ما هو واضح. ده الترمومتر. درجة الحرارة مفيش يا جماعة ترمومتر بيقل عن 35، مفيش حاجة اسمها ينزل أقل من 35. كده الترمومتر يكون بايظ. لازم الترمومتر يكون في حرارة الغرفة، هتلاقيه أصلا بيقيس الحرارة بتاعة الغرفة الواحدة. طيب هو امتى يكون يعني اقل من درجة حرارة الغرفة او اقل من درجة حرارة الجسم؟ لو انت مطلعه من التلاجة او كنت حاطه في كحول عشان يقل شوية. طيب خلاص بدأت تعقم التمبريتشر بتاعك اللي هو الترمومتر بتاعك. تبدأ تحطه في السايت اللي انت عايزه للبيشنت. الاسهل ايه عندك؟ يا اما هتحطه اورال يا اما هتحطه اكزيلاري، اللي هو اورال في الفم او اكزيلاري تحت الإبط. بعد ما نقيس التمبريتشر هتكتب درجة القياس وتحط عليها ديجري سنتيجري. طيب الريسبيريشن يا جماعة، بتقيس الريسبيريشن اللي هو طلعت الصدر دي والنازلة فيها دي سايكل واحدة. فانت بتقيس هو كام سايكل في الدقيقة الواحدة، اللي هي مثلا وليكن هو قاس 19 سايكل في المينت اللي هي سي داش مايلة مينت. تمام. بعد كده هنشوف البلس بتاعنا. البلس هنقيس النبض بتاعه، هنقيسه هنا من عند الريست. هتقيس البلس هتحدد هو كام وتكتبه. لو هو يا جماعة اصلا انت في مستشفى القلب اصلا هو اقل من النورمال، فده الطبيعي ان هو يكون اقل من النورمال او اقل او اعلى من النورمال. امال هو جاي المستشفى ليه؟ مش لازم أن يكون نورمال يا جماعة. طيب البلاد بريشر برضو لو في جهاز، لو متاح جهاز تقيس. لو مش متاح جهاز تكتب ان هو مفيش جهاز اللي هو not connect. تمام. بعد كده هتاخد الميديكيشن ادمنستريشن. ايه هي الميديكيشن ادمنستريشن وبعرفها منين؟ ده الدواء اللي البيشنت اللي انت متابعه هو اللي هياخده. طيب الجرعة بتاعته ايه وانا هعرفه منين؟ طيب انت هتجيب الورق بتاع البيشنت
وتعرف هو بياخد الدواء ايه. طبيعي انه ممكن يكون عارف، ممكن يكون مش عارف، على حسب الدكتور مفهمه البروسيجر بتاعه او مش مفهمه. خلاص انت خدت اسم الدواء اللي هو النيم، تاخد الجرعة بتاعته مرة او 2 او 3 في اليوم او اكتر على حسب الريكورد بتاع الدكتور. والروت طريقة الاعطاء يا اما اورال او ريكتال او على حسب. طيب ايه هي بقى النيرسينج كير اللي انا هعملها للبيشنت؟ النيرسينج كير اللي انا هعملها للبيشنت، اول حاجة هنكتبها اللي هي دو بيد ميكنج، اللي هو اول حاجة بتكتب دو بيد ميكنج اللي انت بتعمل فرش للسرير. تاني حاجة معاك اللي هي تكتبها take vital signs، او تكتب take the temperature و take the respiratory و take the pulse و take the blood pressure. خلاص انت كتبت الحاجات اللي انت عملتها في البداية. تبدأ بعد كده تقول المونيتور فيتال ساينز. تمام، قلنا اللي هي مونيتور فيتال ساينز ان انت بتعرف بتراقب العلامات الحيوية بتاعت البيشنت على مدار الشيفت بتاعك، هي متغيرة ولا ثابتة ولا ايه. بعد كده بتشوف ديناميكية الدم اللي هي هيمودايناميك بتاعت الهيموريج بتاعت الدم او بتاعت البلاد. تمام، بعد كده احنا ليه بنعمل هيمودايناميك اصلا؟ ليه بنراقب الديناميكية وبنراقب الفيتال ساينز؟ عشان نعمل حاجة اسمها كشف مبكر عن القصور القلب والأوعية الدموية، اللي هي الكارديوفاسكولار كومبرينشن، اللي هي القصور بتاعة الأوعية الدموية والقلب. تمام، بعد ما نعمل الهدف ده نبدأ نقيم النبض اللي هي اسيس بالز في الأطراف. أهم حاجة يا جماعة بتراقب البلز في الأطراف، زي الرجلين تقيسه من تحت، أو بتقيس البلز اللي فيه الساعد اللي هنا عشان تتأكد إن مفيش جلطة مثلا وليكن في أي شريان أو أي وعاء دموي تخلي إن مفيش بلس في المكان ده. بعد ما تقيس البلس بتاعه تشوف وصول الدم للأنسجة واصل ولا في حتة مثلا مش واصل لها دم. يعني مثلا أنا لو قفلت هنا الشرايين اللي في إيدي هتبدأ إيدي لونها تتغير، مثلا ممكن تصفر أو تبيض. ساعة ما فك ايدي التانية اللي انا كنت ضاغط عليها هتلقى الدم ايدك بقت حمراء او رجعت للونها الطبيعي. فده بنعرف ان وصول الدم للأنسجة ولا لا من خلال هذه النقطة. بعدين مينتين برايفسي، تحافظ على الخصوصية بتاعة المريض، وكمان بتحافظ على ان انت تديله الميديكيشن بتاعه في الوقت المناسب، اللي هي الكاردياك ميديكيشنز اللي هي الأدوية القلبية. خلاص خلصنا النيرسينج كير. طيب انا بجيب النيرسينج كير ده منين او انا جبتها منين؟ النيرسينج كير ده يا جماعة حاجة بسيطة خالص. انا خلاص عرفت ان البيشنت بتاعي عنده شيست بين، وعرفت من الورق بتاعه ان هو يعمل عملية اسمها كابج دي يا جماعة يعني هياخد شرايين من الايد او من الرجل ويبدأ يوصلها مكان شرايين القلب لان حصل فيها تلف. خلاص عرفت ان هو يعمل عملية اسمها كابج. ابدأ ابحث على اي موقع واقول مريض الكابج ايه هي النيرسينج كير اللي انا المفروض اعملها لمريض الكابج. هيقول لك خطوات كذا واتنين تلاتة اربعة. تبدأ انت تتبع الخطوات دي وانت في قلب المستشفى قدام البيشنت عشان تعرف لحد ما تتدرب وتتعلم، وبعد كده خلاص انت مش هتحتاجها اصلا. ساعة ما تعرف ان هو حالة كذا هتلاقيك بتعمل النيرسينج كير اللي المفروض يتعمل لوحده. عرفت النيرسينج كير خلاص بتاعت الحالة وانت قيمت البيشنت بتاعك واديت عليه الحاجات دي. تبدأ بقى اما تروح تجيب البيانات اللي انت عملتها دي كلها وتكتبها في قلب الريكورد بتاعك. خلصنا النيرسينج كير، هناخد الاوبزرفيشن. الاوبزرفيشن دي يا جماعة ايه هي الملاحظات ان انا بلاحظها على البيشنت؟ ممكن اقول ان هو مثلا نون كونكت ويز كانال، لو هو مش متوصل باي كانيولا او مش متوصل بسنتر لاين او مش متوصل باي حاجه لسه ما تخضعش لاي اجراء طبي، انا اقول ان هو مش متوصل باي حاجه من دي. لكن لو هو فعليا متوصل ابدا ان دي اكتبها في الملاحظات بتاعتي ان انا اقول ايه
كونكت ويز كانال اللي هي كانيولا، او كونكت ويز سنتر لاين، متوصل له هنا سنتر لاين، او متوصل له مثلا يورينري كاستر اللي هي بتاعه القسطرة البولية. تمام. ايه تاني ممكن اكتبه فيها؟ ممكن اكتب ان الدواء فشل في علاج امراض القلب. ليه؟ لان انت اصلا عندك الاوعية الدموية مسدودة، فمش هيوصل الدواء للقلب. ممكن اكتب ان هو عنده ذبحة صدرية، وهكذا. دي الملاحظات اللي انت ممكن تلاحظها على البيشنت. او ممكن تقول ان الفيتال ساينس لو الحرارة بتاعته عالية تكتب ان الحرارة ما بتنزلش. وممكن تقول ان البلس بتاعه ويك. لو هو لقيت ان البلس تحت ايدك كده ضعيف او ويك مش حاسه، ممكن تكتب ان هو ويك. لو هو difficult وصعب وعمال يخبط في ايدك جامد، فاعرف ان هو البلس بتاعه difficult. دي بالنسبة للobservation. هنبدأ نخش على الصفحة السلايد اللي بعد كده اللي هي صفحة 98. السلايد اللي هي بتاعت النيرسنج كير بلان. النيرسنج كير بلان خلاص يا جماعة عرفنا ان احنا هنكتب برضو نفس الاسم اللي هو بيشنت نيم. انت بتعمل البلان او الريكورد على بيشنت واحد، ما بتنوعش في الاسماء. هو بيشنت واحد، تكتب السكس بتاعه يا اما هو ميل او فيميل، بتكتب كمان عمره واليونت اللي انت فيها، الغرفة اللي انت فيها، والدايجنوزز زي الميديكال دايجنوزز اللي بره المرض بتاعه. هو ما عنده شيست بين او هنعمل له حاجه عمليه اسمها كابج. طيب هتكتب الديت اوف ادمنستريشن برضو، ادميشن قصدي، اللي هو تاريخ الدخول بتاعه. بعد كده تبدا تكتب النيرسنج دايجنوزز. عندك صفحه 98 و 99 السلايدين دول بيكملوا بعض. يعني انت في كلام انت مليت صفحه 98 وعايز تكمل في 99، اكتب عادي مفيش مشكله. طيب ايه هي النيرسنج دايجنوزز؟ مثلا هو عنده ديجري في الكاردياك اوتبوت، عنده انخفاض في نتائج القلب، ممكن يكون اكيوت بين، عنده ألم حاد، او عنده انفكشن في التشو، عنده اللي هو مفيش اللي اسمها افكتيف في الاطراف البعيده، يعني الفاعليه بتاعه الانسجه البعيده مش شغاله، يعني تلقى الانسجه مورمه او مش واصل لها دم بما فيه الكفايه عشان تشغل. عنده انكزايتي، عنده قلق، عنده اضطراب حاد اللي هو اضطراب حاد في النوم اللي هو سليب ديستربنس. عنده ريسك فور انفكشن، خطر الاصابه بالعدوى لو هو عمل العمليه خلاص وفي جرح موجود ممكن يجيله انفكشن منه. لازم احافظ على التعقيم او الاسترايل بتاعت المنطقه دي. جاز تشينج دي برضو ممكن يكون مفيش تواصل في الغازات بما فيه الكفايه. برضو ممكن يكون في ريسك، في خطر في ان هو الامبالانس بتاع الفلويد، توازن السوائل. ممكن يكون الفيزيكال موبيليتي اللي هي الحركه البدنيه بتاعته ضعيفه، مش قادر يتحرك. فانا هبدا بقى اعمل اكسبكتد اوتكم، نتائج على النيرسينج دايجنوز المفروض يحصل بعد ما يعمل العملية ايه. تمام. خلاص عمل العملية او انا اتوصيت بالجرح او كذا او كذا، هنبدأ نقول النتائج المتوقعة عن الحاجات دي. ممكن نقول في الاكسبكتد اوتكم ان هو نحافظ على ديناميكية الدورة الدموية اللي هي هيمودايناميك بتاعة البلاد بريشر، بتاعة الدورة الدموية ذات نفسها بحالها. ممكن احافظ على البين، اتحكم في الالم اللي هي بين كنترول. لازم أن يكون برضو عارف يتحكم في الالم، مش الم زي الاولاني خلاص الالم هدا شويه، هو كان عنده شيست بين دلوقتي حاسس بحاجه خفيفه او مش حاسس خالص، فدي اسمها الكنترول على البين. تمام. نورمال كاردياك ريزم، النظم بتاع القلب طبيعي دلوقتي، الريزم بتاعه ريجولار، بقى منتظم ريجولار. تمام. بعد كده الاصوات الساوند بتاعت اللنج تكون كلير واضحة، وكمان تحسن improved activity، برضو التحسن بتاع النشاط بتاعه، والبروبر ووند اللي هي
تلقى جميع الأجزاء أو جميع الحاجات اللي هي كان فيها مشكلة تحصل لها تقدم كامل يعني، خلاف فيما ذلك لو هو حاسس بألم أشد من كده يكون في أصلا في ريسك، في خطر، في حاجة حصلت غلط. بعد كده هنكمل برضو. بقول لك الانفكشن بتاعته قلت، الساينس ما عادش فيه ساينس هيجيلها فيها انفكشن، خلاص انا محافظ على الجرح بتاعه بعقمه اول باول، فهيبدا الانفكشن هيقل. طيب البيشنت اندرستاندينج بقى واعي خلاص بما فيه الكفايه عن الكفر بروسيجر اللي انا هعمله، تمام، اللي هي فهم المريض بتاع عمليه الكشف، هو عارف انا هعمل ايه، تمام. البيشنت ويل ريبورت بين، البيشنت هيبلغ عن اي الم بمستوى مقبول اللي هي acceptable level، والبيشنت ويل بيرسبنت ان necessary اللي هو هيشاركك في الانشطه اللازمه necessary activities، اللي انت هتقول له مثلا، هتقول له اتحرك شويه، اعمل انشطه اللي هي افرد ايدك واقفلها كده عشان تتاكد ان هو البيشنت خلاص بقى في وعيه وما عادش فيه الم زي الاول، تمام. لو هو مثلا يا جماعه لو البيشنت كان بيشتكي ان هو مش قادر يتحرك، او اما بيجي يتحرك تلقاه بتنفس بصعوبة، خلاص بعد العملية بقى المفروض ان الوضع ده اتحسن، فتقول له مثلا روح يا عم محمد لاخر الطرقة كده وتعالى، هيستجيب للامر ده ولا لا؟ هتقول له مثلا يا حاج آه، امشي في الممرات كده بالليل عشان تعمل اكتيفيتي، عشان لو انت عندك قلق او توتر تخفف القلق والتوتر ده عشان تعرف تنام، تمام. لو متاح في لبن هاتله لبن عشان هو بيهدي الدنيا شوية، تمام. ممكن يكون اصلا هو بيشتكي ان نبض قلبه سريع، فالراحة ممكن تخلي ان النبض بتاعه خلاص يهدى شوية، فتقول له ايه استريح شوية كده يا حاج ممكن القلب يهدى، لو ما هداش يكون في مشكلة تسأل الدكتور عليها، انت تعمل ايه، تاخد ريكورد يعني من الدكتور، تمام. خلاص احنا قلنا ان هو هيشارك في الانشطة اللازمة، هيبقى خلاص ما عادش فيه انفكشن ممكن تجيله لان انت محافظ على الجرح بتاعه، ما عادش هيجيله فيه انفكشن، تمام. الجروح هتلتئم بدون اي مضاعفات، مش هيجيله مضاعفات للجرح ده، تمام. بعد كده يا جماعة ناخد الامبلمنتيشن اللي هو التنفيذ بتاعك، هو هيبقى فيه حاجات قريبة من اللي احنا حكيناها قبل كده، لان ده الاجراءات اللي انت نفذتها فبناء عليه ظهرت النتائج بتاعتك. طيب اللي هي اعطاء بتاعة الميديكيشن، اعطاء الميديكيشن للبيشنت، وكمان هتتعلم التقنيات بتاعة التكبير لو هو دي مكسورة مثلا وانت بتغير له كل شوية على الجرح، لو هو قصدي عامل عملية في ايده او عامل عملية في صدره على حسب القسم بتاع المستشفى اللي انت فيه، فانت طبيعي ان انت بتفك الشاش او الحاجة اللي هي مربوطة حواليه وتبدأ تعقم كل فترة والتانية او كل كذا ساعة في الشفت، فانت بتتعلم التقنية بتاعت لف الشاش على الصدر او على الايد او على مكان السايت اللي هو معمول فيه العملية. بعد كده كمان بتعمل له المينتين برايفسي بتاعته، بتحطه في وضعية امان ليه، ووضعية كمان مريحة تحافظ على الكومفورتابل بوزيشن بتاعه، وبتحافظ على قلنا تقنية التعقيم بتاعته اللي هو سترايل تكنيك، ومونيتور ووند اللي هي مراقبة بتاعة الوند، الخصائص الكاركترستيك بتاعة الجرح بتاعه، تعرف الخصائص بتاعة الجرح ايه. بعدين بتتعلم النظافة الشخصية، تعرفوا النظافة الشخصية السليمة والأساس المنطقي ليها والنتائج اللي هو يشوفها، وتعرفوا برضو ان هو لو مهتمش بالنظافة الشخصية دي ان هو ممكن يصيب بخطر العدوى، تمام. ده كله انت بتكتبه في البلان بتاعك، تمام. بعد كده هنشوف الإجراء وتقويم التنفس، هنشوف الريسك فيه خطر على التنفس ولا خلاص الخطر ده راح. هتشجعوا على التمارين بتاعة التنفس برضو
اللي هي تمارين التنفس العميقة. ده بيمنح للرئة ان هي ترجع لوضعيتها الطبيعية. تمام. وبيتحسن برضو تمدد الرئة مع الوقت. بعد كده هتنفذوا البلان بتاعتكم، اللي هي مثلا لو انت قلت له اتحرك في الممرات حرك ايدك، دي البلان اللي انت المفروض كنت تعملها. برضو بتكتبها في الامبليمنتيشن، انت كتبتها ان هي في النتائج المتوقعة، متوقع ان انا لما اقول له كذا يعمله. وانت ايه دي بقى هي التنفيذ بتاعك، ان انت قلت له اعمل، فده اسمه تنفيذ. تمام. بعد كده خلاص بقى ناخد الايفالويشن بتاعنا. بتعمل الاول حاجه اسمها الاكس راي، الاشعه بتاعه الاكس راي، سواء هو مكسور فانت بتعرف الجرح بدأ يلم ولا لا، عنده انفكشن تعرف كده، بتفحص جسمه من جوه. تمام. تبدأ تشوف رسم القلب بتاعه بقى ريجولار ولا irregular. النتائج المتوقعة بقى، النتائج اللي هي المفروض تشوفها او التقييم المفروض تشوفه، ان انت هتقيم رسم القلب بقى مظبوط ولا لا زي ما احنا قلنا، تعمل له اشعة اكس راي بقت مظبوطة ولا لا، تشوف الدم واصل بما فيه الكفاية للأوعية الدموية اللي هي في الأطراف ولا لا، وكمان بتشوف الكهرباء بتاعة القلب مظبوطة ولا لا، وكمان بتشوف بقى الفيتال ساينز بتاعك هي نورمال ولا اب نورمال. ودي نهاية محاضرة النهاردة، واحنا كنا بنتكلم عن المستشفى. طيب صفحة 99 دي اللي هي قصدي صفحة 100 دي هي ايه؟ ده التقييم بتاعك انت اللي الدكتورة هتقيمك فيه، وتبدأ تقولك انت مثلا جيت متأخر ولا بدري كذا وكذا، ورقة خاصة بيك انت. فانت هيكون معاك دايما الاربع ورقات دول، والورقة الخامسة للطلبة تقريبا اللي هم بيروحوا جراحة. فربنا معاكم وبالتوفيق يا رب، ويا رب تكونوا بخير دايما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.